اولا الا كنا كمغاربه خصنا نوحدوا الصفوف، هذه واحد الكلمه، وكل واحد فينا يعني انا راه النهار كلنا كنجري كاين اكراهات لبعض الامور اللي الانسان واقف باش يدير في شحال من حاجه باش نوحدوا الصفوف ونكونوا واحد. فنحاولوا على الاقل الكلمه صدقه بيننا، تكونوا هذه رساله للجميع. الله يطول عمركم. غنحاولوا نهضروا مع الاخوه اللي كنعرفوا في بلجيكا ونحاولوا نديروا الحل لهذه الوقفه هذه. الوقفه واقفين عليها جمعيات تبارك الله كبيره. البرلمان راه فيه ولادنا راكم عارفين يعني تبارك الله. حنا علاش عزلنا نيت سميتو؟ لان الوقفه كان اعلنها الاخ عصام امام القنصليه ديال الجزائر. انا داك تما دخلت معاهم باش عطيت النصيحه بان خصنا فين تكون والحمد لله جا الاجماع. لان فاش غادي نتمشيو اي وقفه، لان بعض الاخوه اللي غادي يبغيو يديروا وقفات في سميتو في مش لينا قدام هذه القنصليه ديال هذه الدوله هذه. انا ما بقيتش حامله حتى نجبد الاسم ديالها، غير موجوده. هذه مقاطعه لهذيك الدوله، ربما في امام قنصليه في فرنسا، ولكن هذيك الدوله من الاحسن حان الوقت ليعلم العالم مع من حشرنا الله في الجوار هذه المقاطعه الوهميه الجابره الظالمه. بغيت هاد الوليدات اللي تقتلوا، هاد الوليدات انا كنشوف فيهم اليوم واحد الاشعاع لهذا الاجرام، لان يوميا راه كيتقتلوا حتى حيوانات. تصوروا يلا في هاد الاشهر الماضيه خلوا حشاكم حمار دقوه كله ضربوه بالسكاكين ودخل كينزف لعند الحدا. يعني الحيوان ما رحموش. يعني هاد الناس زائد عده ناس. ولكن هنا بغينا لما لا سعادة الدكتور نستحضروا جميع الجرائم ديال هاد الناس. يعني هاد الوليدات غادي يكونوا كجوج ملائكه رغم العمر ديالهم ووليداتهم. انا اراهم والله العظيم كابناء ديالنا كلهم. ولكن غادي نحطوا راه كاين ملفات ديال الاسرى ديال المحتجزين ديال الاطفال المجنده ديال 350 الف اللي مطروده. هادشي كله، هاد الارهاب والترهيب كلشي اللي دايره هاد الدوله والملفات الكبيره اللي حاط سيدي عمر هلال وهاد الامور كلها. لما لا حان الوقت اللي غادي نخدموها بهذا الامر اللي عطى واحد الاشعاع يعني عالمي. يعني اخبار العالم كله ساق هذا الخبر. لما لا على طريق هذا الناس اللي كتناضل اللي كتكلم اللي كدير مراسلات لهذا ما نستغلوا هذه الفرصه باش نعطيو واحد التعريف صغيور. لان هذه الجاره راه يعني بحكم الجوره خصنا نتهلاو فيها. هما كيديروا في هذا الاجرام، حنا نساعدوهم العالميه نوصلوا هذا الاجرام ديالهم العالميه. هذه المداخله ديالي. والله يطول عمرك دكتور ديالنا الفاضل، وكنحييك. شكرا سيدي نبيل هباز. نقدر نحضر شكرا معكم لاله ورده. نعم تحت الفرصه راه نقدر نحضر معكم في هذه الوقفه هذه لا سهل الله. كاينه راه ان شاء الله راه غادي يجي الاخ نور الدين. سي نور الدين الرجال عنده تنسيق معنا ومع السي المختار سميرة بلجيكا. في بلجيكا. بلجيكا راه فايت كلشي في الخاص في بلجيكا. هذا السبت المقبل هذا لا والاخر يعني لو 23 ان شاء الله مع جوج باش ان شاء الله يلاه نوجدوا اللي بغا. باش الانسان حنا بغينا باش نخليو التاريخ هاد جوج اسابيع باش ان شاء الله كنا تكون لنا فرصه، لان جات مع البدايه ديال الدراسه او دخول المدرسي وعده يعني امور. فنتمنى ان شاء الله وتكون فرصه طيبه هنا فين يتلاقاو اللبؤات والاسود ديال المغرب. والله يحفظكم جميعا يا رب العالمين. شكرا. بلا ما تطلعوا حتى واحد الله يخليكم باش صافي باش نمشيو ورا غدا خدامين ان شاء الله. نكتفيو بهاد الاخوه اللي كاينين معنا. السي شكون السي ياسر ولا السي جباره؟ شكون اللي كاين لاله؟ كاين السي ياسر وعاد السي جبار. تفضل السي ياسر. السلام عليكم دكتور الصنايبي وجميع الاخوه من اول قائمه الى اخر. الصوت مسموع؟ مسموع اخويا تفضل. المعركه احنا باقين في المعركه. احنا يلا قلنا بسم الله هذه معركه بما في الكلمه من معنى، لان باقي عندنا واحد ما دفناهش وواحد ما حررناهش. يعني خصنا في جميع المنابر لن يهدأ لنا بال الا بدفن تلك الجثه اللي بقى مرهونه عندهم بلا موجب شرع كما كنقولوا حنا. وباقي عندنا واحد اللي هو مختطف، ماشي معتقل، هو مختطف تم اختطافه
خصنا نوصلوا الصوت ديالنا، وكذلك نناقشوا من الجانب القانوني مدى تحمارية ديال هذه الدولة وديال هذا النظام. يعني لا يمتثلون لا لقوانين دولية ولا لحسن الجوار ولا للدين ولا للملة ولا لحتى شي حاجة. هذا هو ما يجب أن نشتغل عليه. والمنصات راه الحمد لله أقسم بالله لا تؤدي الدور ديالها بما في الكلمة معنى. كنت في لايف ديال الأفارقة، فإذا بهذاك وقد دخل على أساس أن يشوه سمعة المغرب، فنال من الأفارقة ما نال منهم من السب والشتم والطرد، بحيث قالوا له واش انت مغربي وزيت ماروكان؟ قال لهم لا. قال له هادو لي ماروكان بعضياتهم، انت اشنو دخلك؟ اذا فوزيت كي قالوا لك فوزيت بارازيت بحال هكا، انت غير بارازيت، وتم طرده. اذا الصوت ديال المغاربه راه واصل، خصنا مازال نزيدو نوصلوه ونزيدو نوصلوه، لان الفرصه عندنا لا تعوض. بون جا حتى الحفره اللي فر وها هو راه طاح فيها. هنا في امريكا جميع الصحف تقول قتل 2 ديال المغاربه من طرف البحريه الجزائريه بعد نفاذ الوقود. يعني التهمه ثابته عليهم، لابساهم 100%. كذلك المشارقه كلهم. يعني لن نوقف هذه الحمله، لان احنا باقي الان اللي دفناه راه دفناه، ولكن اللي كنشوف الاغلبيه مركز على هذاك اللي دفناه. راه باقي عندنا واحد الاخوان ما مدفونش، وباقي عندنا واحد مختطف خطفته العصابه، خطفه من ورث القرصنه ولم يرث لا الدين ولا الاسلام ولا الحضاره ولا حتى شي حاجه. شكرا دكتور الصنيبي على هذه المنصه الجميله، شكرا للاخوه كاملين. كذلك نحرك ملفات الكلاب الضاله التي تعيش في بلجيكا وتعيش في اسبانيا وتعيش في فرنسا، بالخصوص بلجيكا. هناك شريط يعني يورط احد الكلاب الضاله في بلجيكا، وهو يدعو الى قتل المغاربه والى تقطيع اطرافهم. على الجمعيات اللي في بلجيكا ان تتحرك، ما تبقاوش غير جالسين، تحركوا الخوت، تحركوا. بحال هادو يجب التحرك. اللي كيتمتعوا باللجوء، اللي عنده شي لجوء، هل له الحق في ممارسه الانشطه السياسيه؟ هل له الحق في تزعم حركات وخرجات خارج اسبانيا او داخل اسبانيا؟ من تورطوا مع البغلماني، هل فعلا يحميهم قانون ديال اللجوء؟ هناك ثغرة يجب أن نستغلها. أقول قولي هذا، الله لي ولكم، وأشد على أيديكم بحرارة، وأقول عزاؤنا وعزاؤكم واحد، وعزاء المغاربة لا زال قائما. هذه الخيمة لن تطوى إلا بدفن ذلك المغربي، وإلا بإرجاعه. خصو السينيال بزاف والسلام عليكم. والله راه ياسر قتلوه في السيدي المسكين، داكشي باش الصوت ديالو كيتقطع. ولكن قال كلمه مهمه، قال لك بان هذا العمل الارهابي الشنيع اللي دارته هاد العناصر المجرمه بطبيعه الحال اللي كتنتمي لهذا النظام الارهابي، ما يمكن لك تفهمها الا فهمتي بانهم راه السلاله ديال القراصنه، وبانهم امتداد لرؤياس البحر اللي كانوا في القرن 15 والذين زرعوهم الاتراك، واللي ظلوا يعني انها الطريقه ديال الحكم انها يتم توريثها. فكانت واحد القوسين ديال 132 سنه، ثم استمر هذا النظام الكيشاري في ممارسه عمليه القرصنه التي كان يجيدها دائما، ليس على عهد الاتراك فقط، ولكن قبل الاتراك كانت هذه الممارسه التي كانت تمارس في الاياله ديال الجزائر حتى على عهد ديال سالم التومي. والطلب ديال الجزائريين ديال الاياله ذاك البلديه من عروج بربروس انه يتدخل من اجل انقاذهم من الاسبان الذين منعوا عليهم هذه القرصنه. وبالتالي القرصنه جزء من البنيه ديال الاياله ديال الجزائر، وما قاموا به لا يمكن فصله على هذه البنيه السلوكيه، لانهم قراصنه، على انهم مجرمون، على انهم لم يتشبعوا بمنطق الدولة، بمنطق الأخلاق، بمنطق المؤسسات، بمنطق العلاقة الدولية. هم يعيشون حالة الطبيعة، يعني هما في مرحلة ما قبل هوبز وسبينوزا الذي نظر إلى حالة الطبيعة وحالة المدينة، داك ليتا دو ناتور ليتا دو دغوا. هم مازال ما تجاوزوش، هما راه مازالين عايشين في واحد 6 القرون ولا 7 ديال القرون. بالنسبة لهم هما راه الغاب، راه منطق ديال الغاب.
حتى على مستوى تصفيه الحسابات ما بين الاجنحه ديال النظام العسكري هناك تتم التصفيه بالقتل. يعني قتلوا هذاك ديال هذاك اللي كان المسؤول على الاتصالات ولا شي حاجه، هذا يعني كيصيفط للحبس، هذا كيصيفط للحبس، هذا كيقتل هذا كيقتل هذا هو الاجنحه. وهادشي اللي كان على عهد الانكشاريه. واحد النهار قال لك 6 ديال الدايات ماتوا في نهار واحد، كيعينوا هذا كيدخلوا كيقتلوه، هذوك كيعينوا هذا كيدخلوا كيقتلوه. وفي التالي يعني اتفقوا بما فيها باش نديروا شويه ديال التاريخ انهم شنو غادي يجوا خارجين اللي صادفوا اول واحد سيصادفونه سيعينونه باشا على الجزائر. فصادفوا من اطلق على نفسه بعد ذلك علي خوجه، وكانت مهنته هو غسال الموتى. يعني لقى واحد كيغسل الموتى داروه هو اللي كيحكم في الاياله ديال الجزائر. فهذه هي الجغرافيه، ما يمكنلكش تتوقع منها شي حاجه. فاحنا كنعرفوهم، حنا كما قال المغفور له باذن الله الحسن الثاني، كنا باغيين الناس انهم يعرفوهم، كنا باغيين يعرفوا الناس الحقيقه ديال هذا الشعب هادو، ديال هذا القوم، ديال هذا النظام هذا، مع بعض الاستثناءات ديال مجموعه من الجزائريين الاحرار الشرفاء الذين خرجوا وصدحوا وكان موقفهم موقفا محترما على قلتهم. اما كما قال الحسن الثاني، مساله ديال الصحراء الغربيه المغربيه محسومه. المساله ديال الصحراء الشرقيه المغربيه مع المده ان شاء الله غنفتحوها عندما تتم المراكمه ديال الشروط الذاتيه والموضوعيه. المساله ديال المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها راه ما غادي ياخذوش حبه رمل واحده من هذه الاراضي ديال المغرب من طنجه حتى للقويره. ولكن بغينا الناس بداو كيكتشفوا. السياسي راه هو كان مع افارقه. انا للاسف ما تبعت اللايفات ديالو اليوم باش عطى هذاك القضيه ديال عطى المثال بالحدود ما بين كندا والولايات المتحده الامريكيه. شفت انا ذاك اللايف اللي هو جد معبر. ما شفتش اللايف ديالو مع الافارقه، كلهم يعلمون طبيعه هذا النظام الارهابي. الناس دابا في بريطانيا باش تقول لك هذا الكلام ديالي، لا كنت في المغرب لا تقترب من الحدود الجزائريه لان هناك مجرمون يقتلون البشر والشجر والحجر وحتى الحيوانات. فهذه رساله جد مهمه. ايطاليا اللي كيعطيوها الغاز هي شهدت فيهم، المشارقه، الدول ديال الخليج العربي كلهم دون استثناء، باستثناء قطر على المستوى الرسمي، كلهم يعرفون حقيقه الجبان. كذلك التحيه لهذه الهبه المغربيه اللي هي في هذا المشكل هذا اللي هو مشكل كبير، اللي هو فضح وعرى السوء ديال النظام. وعوض انهم يغطيوا على الفضيحه ديال البريكس زادوا فضيحه ربما اعظم من الفضيحه ديال البريكس، لان هي مجرد محاوله تنظيمها الى منظمه اقليميه هذا وفشلوا فيها لمجموعه من الاعتبارات. اما هذه تقطع بانك نظام ارهابي مجرم. وانا قلت هذه واحد السنه ونصف، قلت في لاماب الى دخلت القناه ديال وكاله المغرب العربي للانباء، قلت بان آن الاوان لتصنيف لوضع الجزائر تحت البند السابع لميثاق الامم المتحده كمهدده للامن والسلم الدولي في المنطقه. وهذه حقيقه، يعني ديال انها لا يمكن فصل النظام الجزائري يعني عن تنظيم داعش ولا تنظيم القاعده ولا تنظيم البوليزاريو. نفس العقليه، نفس البنيه السلوكيه، القوه، البلطجه، بدون قانون، بدون اعراف، بدون التزامات، بدون احترام، بدون اي شيء. يعني الناس تتعامل بمنطق البلطجه. لذلك علاقتهم القويه والاستراتيجيه هي مع التنظيمات الارهابيه. ولذلك يعني كان الاستنطاق ديال بلينكن لاحمد عطاف من بين المسائل التي وجه اليها هو انهم يتعاملون مع تنظيمات مسلحه في منطقه الساحل والصحراء اللي هي تنظيمات ارهابيه. من بينها ما قاله حتى ماكرون الرئيس الحالي الى القيد صلاح الذي اغتاله حتى هو، قال له انهم تدعمون وتتعاملون مع التنظيمات الارهابيه في منطقه الساحل والصحراء. تنظيم ارهابي. انا خويا ياسير انا نمشي كثار من هذا الشيء هذا. انا باعتقادي من خلال المعرفه ديالي بحقل العلاقات الدوليه اعرف بان قرار الاعتراف بالدول هو قرار سيادي للدول، ممكن تعترف بها وممكن تسحب الاعتراف ديالك بها. انا اعتقد حتى الجزائر ممكن المغرب، اعتقادي انا ما عارف شنو هي الضوابط، ولكن يقدر يقول لي شي واحد منظمه ديال الامم المتحده. لكن على المستوى العلاقات الدوليه وخاصه المدرسه الواقعيه للعلاقات الدوليه تضع الدول الاول على مستوى العلاقات الدوليه وليس حتى المنظمه الدوليه. ولذلك انك تلقى مجموعه من الدول كانت تتعامل مع الامم المتحده ولم تكن عضوا في الامم المتحده مثل الصين حتى التحقت بعد ذلك. لذلك انا اعتقد حتى في نظري انا ربما ان هذه الجزائر لا تستحق ان تكون دوله، وبالتالي لا بقات غاديه في هذا المسار ديال الارهابي
الذي يثير القلاقل ويثير ويهدد بإشعال المنطقة. الآن كنقرا واحد الخبر بأن الأفريكوم تريد أنها دير قاعدة مستقرة وثابتة في المغرب لمواجهة التحديات الإرهابية في المنطقة، الخطر الإيراني، الاختراقات الروسية في المنطقة، وبالتالي الجزائر هي ضمن هذه المنظومة التي تريد زعزعة هذه المنطقة هذه.